فوتي على القناية رح تكون من الناحية المناخلية من ناحية النهر، واللي بده يفوت بيكمل لحاله لحد ما يوصل لسور القلعة. هنيك في قناية تانية بتفوت لجوات القلعة، بس المشكلة انه في شبك حديد بيقطع القناية من عند السور، من صعب على بني ادم يدخل منه. لكن شو الحل يا ابو الطيب؟ عند الطرف الشمالي لنفس القناية في مدخل سري بعمق متر، مغمور كله بالمي. يعني اللي بده يفوت على قلعة عن طريق هالقناية بده يحبس أنفاسه حصة طويلة ما؟ ايه يا ابو حاتم، بده يقطع نفسه جوات القناية شي 40-45 متر. لا هاي صعبة يا أبو الطيب. مو صعبة على اللي ناوي يفوت على القلعة ابو حسن. طيب يعني إذا الواحد طلع من القناية لوين بيوصل؟ بصير بقناية مستودع مونة مطبخ السجن، وما رح يقدر يطلع من القناية إذا أنا ما فتحت له شبك الحديد الأرضي. الله يعطيك العافية، بس بدنا إياك تعرف لنا وين محبوس أبو عبده وشلون بدهم يقدروا يطالعوه من الزنزانة. هاي شغلة بسيطة أبو حسن، يا أما محبوس بالأبراج يا أما محبوس بالأرضي. بس إن عرفنا وين محبوس أبو عبده بنقدر نصل لمفاتيح الزنازين، وشيت إنه نوصل لها هي علي أنا. طيب إمتى رح تجيب لنا هالمعلومات هاي؟ ما بدنا نتفق بالأول أبو حسن؟ ماشي، شرف معي، شرف معي أبو حاتم. يلا تفضلوا. شريف شيء لك ليش اخذوا على جنب؟ وين راحوا هدول؟ شو بيعرفني؟ معقول بده مصاري؟ لك كم بده يشتغل ببلاش؟ اسألوني إلي عن جماعة القلعة. هو شقفة طباخ بالقلعة كمان بده مصاري؟ هذا اللي مو عاجبك بيعرف كل صغيرة وكبيرة بالقلعة، وفي ناس بيقولوا إنه مشارك ضباط كبار هنيك. مشان هيك أبو حسن طلب منه إنه يساعدنا، لأنه بيعرف إنه رح نقدر نطلع أبو عبده 100%. اوف 100 ليرة دهب؟ لك انت شو عم تحكي لك ابو الطيب؟ مثل ماني عم اقول لك يا ابو حسن، لا تنسى انه في حصه كبيره رح تروح لمأمور الحبس اللي رح يأمن لنا مفتاح زنزانه ابو عبده. بس هذا المبلغ كبير كبير كثير يا ابو الطيب، ونحن ما رح نقدر نأمنه. ابو الطيب انت لازم تراعينا، بتعرف احوالنا منيح. انتوا عم تدفعوا مصاري مشان تهربوا واحد محكوم اعدام، وانا عم جازف برقبتي هي مشان شويه قروش. شو رقبتي ما لها ثمن قد رقبه ابو عبده؟ ماشي، نحن رح نفكر كيف نأمن لك المبلغ ونرد لك خبر. ايه، وانا عم بستناكم. تسمحوا لي؟ يسرى شباب قوموا سلموا الطريق. خليك ابو عناد، انا بسرعه من امي.